مساء الخير يا أصحابي. عنوان الفيديو النهاردة بوسي الشلبي مش خطافة رجالة ومش خرابة بيوت. طيب، معظم البوستات اللي أنا شفتها على الموضوع بتاع محمود عبد العزيز بتحكي بصفة التأكيد إن بوسي الشلبي خطفت محمود عبد العزيز من مراته الأولانية جيجي زويد. يا جماعة، في فرق كان في العمر ما بين بوسي ومحمود 20 سنة، يعني أكتر كمان يمكن من 20 سنة. يعني محمود عبد العزيز مواليد 46 وبوسي الشلبي مواليد حاجة و60 64 66، ففي حاجة أكتر حاجة من 20 سنة في فرق في العمر ما بين محمود وما بين بوسي. فازاي بوسي تبقى صاحبة مراته وهي خطفته؟ يعني كلام بصراحة لا منطقي. وبيستدلوا بالموضوع ده ان هم بيجيبوا صورة قديمة ابيض واسود بتتصور معاهم هي، يعني محمود قاعد هو ومراته جيجي، ووراهم واقفين احلام شلبي المذيعة الكبيرة الله يرحمها واختها بوسي واقفين وراهم، وبيقولوا هو ده بقى الدليل ان هي خطفته. يعني جيجي ساعتها كانت يعني امرأة ناضجة وكبيرة في العمر وقاعدة جنب جوزها، وبوسي كانت زي كأنها يعني لسه في سن المراهقة 18 19 20. فبصي، يعني كلامي أنا عن الموضوع باختصار، مفيش حاجة اسمها ست خطفت راجل من ست تاني. مفيش الكلام ده يا جماعة. الراجل يا جماعة كامل الأهلية، الراجل ده إنسان بالغ عاقل راشد كامل الأهلية، هو اللي بمزاجه وبكيفه وبعقله بيسيب واحدة وبيروح لواحدة تانية. هو بمزاجه بتفكيره باختياره. مفيش ست بتخطف راجل، الراجل هو اللي بيقرر يسيب يا جماعة. طيب، احنا دايما بحس في اي موقف، بحس وبشوف في اي موقف، في اي ترند، في اي حاجة لازم نرمي الحمل او التقل او الغلط على الست، ونطلع الراجل ده يعني ملاك بريء بأجنحة. يعني بوسي خطفت محمود من جيجي، ويمكن تكون مراته الأولانية في بعض الترندات، يعني مراته الأولانية طلعت مقصرة في حقه ومش زوجة كويسة، والزوجة التانية هي اللي خطفته من الأولى، والراجل ده ملاك بأجنحة. احنا لازم الست نشيلها الليلة في أي مصيبة، يعني أي مصيبة يبقى الست نشيلها الليلة، هي الحلقة الأضعف. كأن الراجل ده يعني ما عندوش مثلا عقل ولا دماغ ولا تفكير، وواحدة بتسيبه وواحدة بتخطفه وواحدة طيب، أولا مش كل الرجالة بتتجوز الزوجة التانية عشان الزوجة الأولى وحشة، لا. يعني أنا حد من قرايبي اتجوز الزوجة التانية عشان الأولى كانت مش قادرة تجيب أطفال، كان عندها مشكلة صحية وما كانتش قادرة تجيب أطفال. هي اللي راحت قالت له أنت من حقك تتجوز وتجيب أطفال، من حقك تبقى أب. فهو اتجوز الزوجة التانية. العلاقات والزواج يا جماعة عن تجربة، شيء محتاج شغل، شيء محتاج شغل وجهد وتضحية طول الوقت. انت والطرف التاني المفروض انكم تشتغلوا وتجتهدوا عشان تنجحوا العلاقة دي. انا بحس انها اللي هو يعني علاقة الجواز، بحس انها زي نيو بورن بيبي، اللي هو طفل حديث الولادة. عارف الطفل حديث الولادة اللي هو كل شوية يعيط؟ ايوه، الطفل ده محتاج كل شويه انك تغير له، وكل شويه تحميه، وكل شويه ترضعه، وكل شويه تطبطب على ظهره وتكرعه، وكل شويه تغير له الكفوله او الحفاض او الدايبر، وتنيمه وتحميه وتعمل له مساج وتدي له ادويه عشان المغص، وتوديه للدكتور وتعمل له تطعيمات. ايوه، الجواز كده. الجواز عايز مجهود وتضحيه وشغل طول الوقت. لو في الجواز طرفين والعلاقة فشلت أو العلاقة انتهت، والفشل يا جماعة
مش حاجة وحشة، الفشل مش حاجة وحشة. الطلاق تجربة، والجواز تجربة، والحياة مجموعة تجارب. الفشل هو جزء من النجاح. المخترعين الكبار اللي بيخترعوا حاجة قبل ما بيوصلوا للاختراع النهائي وياخدوا براءة اختراع بيفشلوا 100 مرة قبل ما يوصلوا للاختراع. فالفشل جزء من النجاح. الطرفين لو هما الاتنين ما عندهمش القدرة على ان هما يشتغلوا ويدوا للعلاقة، العلاقة هتنهار او هتفشل. في زوجات وازواج بيكملوا رغم ان العلاقة بينهم تقريبا، يعني انا اعرف ناس العلاقة بينهم صفر، يعني فعلا هم كأنهم متطلقين بس عايشين في بيت واحد. يعني هو بينام فعلا في أوضة وهي بتنام في أوضة، ما بيلتقوش مع بعض إلا يعني في الشديد القوي، حتى ما بياكلوش مع بعض، بس قاعدين مع بعض في بيت واحد بس عشان خاطر العيال. في أزواج كتير قوي بتكمل عشان موضوع العيال أو عشان موضوع المظهر الاجتماعي. أوكي؟ طيب الست اللي بتكمل وهي مضطرية تكمل غالبا بيكون عندها مفيش شغل، مفيش دخل مادي، مفيش بيت آخر غير بيت الزوج، فبتضطر تكمل عشان تربي العيال، عشان تكبر العيال. بس الراجل مفروض، يعني بصراحة دور الراجل في إنجاح الزواج، أنا يعني كنهى بقول دور الراجل في إنجاح العلاقة الزوجية هو الدور الرئيسي. عارفين في الأفلام بيقولك ده دور البطل أو دور الرئيسي، وفي دور كده كومبارس أو دور ثانوي أو ضيف شرف. في العلاقة الزوجية البطل أو الشخص اللي بيقوم بالدور للحفاظ على العلاقة، اللي يعرف يحتوي الست ويحتوي انفعالاتها وتقلباتها الهرمونية، ويحتويها ويشبعها عاطفيا ونفسيا وماديا. اللي يعمل كده هو بطل، وهو ده دور الزوج. دور الزوج هو انه يحتوي مراته، هو انه يشبعها نفسيا وعاطفيا وماديا، ويتقبل ان عندها تغيير في الهرمونات. احنا عندنا كل شهر الدورة الشهرية في تغيير في الهرمونات، في ايام المزاج والمود بيبقى مش احسن حاجة، في فترات بيبقى فيها اكتئاب وخنقة وضيقة بسبب تغيير الهرمونات. عندنا تغيرات بيولوجية وجسمانية، دورة شهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، تربية الأطفال. كل ده بيأثر على الست عاطفيا وعقليا وجسمانيا، فالزوج مفروض هو اللي يراعي الموضوع ده. أنا بشوف إن البطل، دور الرئيسي في إنجاح الزواج هو البطل، هو الزوج. لو الزوج بجد 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 بيعمل دوره، الزوجة فعلا هتبقى يعني في أحسن حالة نفسيا وجسمانيا، كأنك بالظبط بتراعي زهرة. يعني الزوج بيرويها، بيروي الزهرة دي بحنانه، بمشاعره، باهتمامه، بدلعه، وهي بتتفتح، بتكبر وتتفتح وتنمو. لما بتتفتح وتنمو بتراعيه، بتحبه، بتخليله بيته جنة، بتراعي عياله، بتربي عياله، بتكون الحضن الدافي ليه، الحضن اللي بيجي يترمي فيه لما يكون في عنده مشاكل ويكون عنده هموم. ففعلا البطل هو الزوج، الدور الرئيسي في إنجاح أي علاقة من وجهة نظري هو الزوج. بس مش معنى إن الزوج طلق برضو ما اقدرش يعني اجيب كل الخطأ عليه، لا. قد يحدث احيانا ان الزوجة هي اللي تقول انا مش عايزة اكمل، مش قادرة اكمل، ودي انا شفتها كتير. في برضو زوجات للأسف يعني ما بيبقوش يعني مقدرين ان الزوج ده بيشتغل وبيتعب ويعني للأسف هم اللي بيهدوا البيت. بس
انا حبيت النهارده ادافع عن بوسي الشلبي، لان انا شايفه عليها هجوم من الستات اكتر من الرجاله، وده اللي انا بستغرب له جدا جدا جدا. هجوم من الستات اكتر من الرجاله، كأن هم فرحانين فيها، ان هي بيتهموها انها عاشت معاه بدون جواز 19 سنه. طبعا ده مش حقيقي، هي كانت زوجته شرعا وقانونا، بالشرع وبالقانون زوجته حلاله. وبوسي الشلبي مش خطفت رجاله ولا خربت بيوت. وعندي فيديو جاي هعمله عن ليه الستات بيهاجموا الستات، ليه الستات ما بيقفوش في ظهر الستات زي ما الرجاله بتقف في ظهر الرجاله حتى لو عاملين مصيبه. يعني الراجل يبقى عامل مصيبه مثلا تحرش جنسي، وتلاقي كل الناس واقفه في ظهره، رجاله وستات، وبيدافعوا عنه. ليه بقى الستات ما بتقفش في ظهر الستات؟ مش عامله مصيبه، لا، دي يعني عشان تطلب اقل حق ليها. بتلاقي الستات هي اللي بتدافع عن ضرب الزوجات، هي اللي بتدافع عن الختان وبتشجعه، هي اللي بتدافع عن ان الزوج يتزوج على مراته، يتجوز على مراته التانية والتالتة، وتطلع ست تدافع عن ده. يعني بشوف يعني حالة نفسية، ده مرض، يعني اعتقد ده مرض نفسي يعني، وبرين ووش، يعني غسيل مخ. فدي انا هعمل فيديو تاني عليها. بحبكم يا اصحابي، اعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناة ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات والتنبيهات للفيديوهات الجديدة. بحبكم.